أهلا بيكم. ليه أكل زمان دايما في وجداننا إنه هو الأجمل والأقيم تغذويا والأنفع صحيا وكلنا بنميل ليه. ودايما لما نفتكر إن الأكل بتاع النهاردة اللي المفترض المجتمع علمي أكتر، وكمان في مبتكرات بتزود الطعم والريحة واللون لكل المركبات الغذائية، لكن كل ده بيرضي حاسة النظر. بنشوف الأكل بعينينا بيعجبنا، لكن لما بناكله صحيا أثره مش بالقيمة اللي منتظرينها، وكمان طعمه وريحته الحقيقة مختلفة عن زمان. يا ترى إيه الأسباب؟ ويا ترى إحنا كان ممكن نبقى أفضل من كده؟ الحقيقة دايما نقول إن الأغذية هي وقود الحياة، هي الأداة اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلها ووفرها للإنسان في الأرض عشان يبقى صحيح البدن ويبقى قادر على أداء الفرائض الشرعية، وكمان على سنن الحياة واستخدام العقل بصحة لتدبير أموره. الأكل دايما نقول إنه بيتحكم فيه ثلاث حاجات: الخامات اللي بتدخل في الأكل إن كانت نباتية أو حيوانية، والطاهي أو الحد أو الشخص اللي بيعد الوجبات دي، وكمان مواعيد الأكل. الحقيقة كل الأسباب دي أو كل العوامل دي اختلفت في زماننا، برغم إن كان ممكن جدا استخدام العلم في للمقدرات اللي كانت مخليه الأكل طعمه جميل جدا، كانت تزيد من كل مقومات الصحة والحياة. لو جينا نقول إن إحنا مواعيد الأكل عندنا في النهار 3 وجبات: فطار غدا عشاء. للأسف إحنا في ناس بتاكل مرة أو مرتين في اليوم، وأكلنا بالليل أكتر من أكلنا بالنهار، وده أساء جدا للجهاز الهضمي ويكدر صف الجسم نتيجة خلل في تنظيم هرموناته وعصارته الهاضمة وامتصاص والحرق، وأصبنا بالعديد من الأمراض نتيجة الأخطاء دي. الحاجة اللي بعد كده: زمان كان الطاهي أمك أو حد بيحبك قوي، فبيعمل الأكل بمنتهى الإتقان الفطري، ما تعلمش الاتيكيت صحيح لكن بيعمله بمنتهى الإتقان الفطري، وبيقدمه لك بمنتهى الحب، وكان في مشاركة واحنا قاعدين بناكل، وكان في الأغذية القيمة بتتقسم علينا، ما بتتحطش في طبق النهاردة وكل ياخد اللي هو عايزه. نتيجة نقول ان زيادة الفلوس واسلوب الحياة اللي بيديرنا النهاردة مش احنا اللي بنديره، هو المتحكم في طريقة اكلنا. بنخلي الوجبات رائعة المنظر وقليلة القيمة. لو في الحب، احنا دايما بنقول ان الحب بيضفي القيمة والطعم واللمسة اللي لا يمكن تعوض في طعم الأغذية. لما ضاع الحب وأصبح الموضوع أداة، حد بيعمل أكل وخلاص لأي شخص، فالموضوع طعم الأكل اختلف عن زمان. أما بالنسبة للخامات إن كانت نباتية أو حيوانية فده موضوع تاني خالص. زمان كان الفلاح بيريح الأرض، فالأرض بتستعيد كم العناصر الغذائية اللي فقدتها مع النباتات السابقة أو مع المحصول السابق، وبتستعيد المكونات دي، والشمس بتدخل للأرض، وبالتالي بتحتفظ الأرض نفسها بالقيمة الزراعية والعناصر الغنية بيها بعد فترة التحميص دي أو فترة الراحة ليها. فلما بنزرع فيها محصول جديد بيبقى قوي بذاته بدون إضافة أسمدة، إن كانت ورقية أو أسمدة يعني أرضية أو أزوتية أو خلافه. كل الكلام ده بيبقى طبيعي جدا، لأن الأسمدة إضافتها للنبات بالظبط زي الفيتامينز والأملاح المعدنية اللي احنا بناخدها عشان نصحح صحتنا، ودي بتساعد على إحداث خلل داخل فسيولوجية النبات بيؤدي لزيادة الحجم وزيادة الحجم الثمري كمان. والكلام ده كله احنا عارفين قانون المادة لا تفنى ولا تخلق من عدم. كل ده موجود، الأسمدة موجودة، والمركبات اللي ضفناها على النبات موجودة في أنسجته، وبالتالي بتنقل للإنسان لما بيتغذى عليها، وبنصاب بالعديد من الأمراض. ثانيا ضعف النبات وهشاشته نتيجة الأسمدة المضافة ليه بيخلي النسيج بتاعه غض، فإصابته بالديدان وبالحشرات وبالفطريات سهل جدا، ويبقى نقاوم بالمبيدات. يبقى عندنا أسمدة وعندنا مبيدات منتشرة جدا، وهمنا الوحيد زيادة عدد المحاصيل، زيادة كميتها. طلعنا كم طن من الأرض، كم أردب من الأرض، لكن قيمتها الغذائية قلت أو زادت للأسف مش في حسباننا. اللي بعد كده إن إحنا كنا بنزرع الزراعات في المواسم بتاعتها. الصيفي له نباتات مخصصة ربنا سبحانه وتعالى حباها إنها تنتج في التوقيت ده من السنة، والشتوي نفس الكلام. لكن دلوقتي عندنا صوب زراعية
عندنا كل الحصلات الزراعية تقريبا بتنتج على مدار العام، لكن ما بنهتمش ان الخيار له طعم كويس ولا لا لو هو موجود في الشتاء، حجمه اخباره ايه، الحجم ده والانتاج ده جاي نتاج ايه، رشينا ايه او استخدمنا ايه لانتاجه، مش مهم. لكن دايما النباتات في الظروف الطبيعية في المواسم الزراعية المناسبة ليها بتبقى اروع واقيم وارخص واقل في المعاملات الزراعية من ناحية المبيدات والاسمدة. اللي بعد كده الري للحصلات النباتية. الأول كانت مية النيل بما فيها من طمي وقلوية وقاتلة للعديد من مسببات الآلام النباتية والأعراض اللي قد تظهر عليه نتيجة تناولنا للنبات. دلوقتي مية صرف زراعي وسائل كتير للتلوث موجود في الميه، وميه معدنيه او ميه جايه نتيجه الابار او الكلام ده. برضو كل ده احنا ضروره نعملها، لان احنا عايزين كم ينتج لتلبيه احتياجات العدد السكاني الكبير وبيتزايد. لكن كان ممكن نستخدم العلم بطريقه او باخرى في حل المشكله دي بنمط علمي وصحي. يعني ناكل ويبقى صحتنا كويسه افضل ما ناكل ونسكن المستشفيات ونحتاج أموال كتيرة للإنفاق عليها للأدوية وللعلاج من الأمراض الكتيرة، وأحيانا الأمراض قد تفقدنا حياتنا. اللي بعد كده الإنتاج الحيواني. وقلنا إن الحيوان لو بيتغذى على نبات بالشكل اللي قلنا عليه معامل بالأسمدة أو بالكيماويات وبالمية بالكلام ده، هتبقى أكيد نتاج اللحوم بتاعته كانت أسماك في المزارع أو لحوم، بدل ما يبقى فيها حركة أو علف أخضر جيد جدا، لكن بيبقى فيه مركزات أعلاف وقلة الحركة لتحميل حمل وزني عليه، كانت لحوم الياف غضه او الياف عضليه غضه او دهون كتير. كل الكلام ده بيدينا حيوان لحومه كتير، لكن للاسف بتبقى طعم اللحوم مختلف تماما عن الاول. كان الاول في الاعلاف الخضراء وكمان في الحبوب الكامله، ان كانت بقوليات زي الفول او القمح او حبوب الذره. كل الكلام ده كانت هي الوسيله اللي الحيوان بياكلها مع العليقه الخضراء، وبدون إضافة أي مركزات وبدون إضافة أي خلل قد يساعد على خلل هرموني ليه فوزنه يزداد والقيمة الغذائية للحومه تقل. الكلام ده موجود في الأبقار والحيوانات اللي بتذبح كلها، وأحيانا قد نجد بعض الحيوانات تتغذى على القمامة، والتغذية دي بتورث الأمراض للأسف. والدواجن اللي النهاردة في 35 أو 40 يوم يبقى عندي دواجن، وفي حين ان الدواجن البلدي اللي هي رائعة القيمة بتحتاج 8-9 شهور عشان ذبحها. كل الكلام ده المفترض ان احنا ما نهتمش بالقدر على قدر ما نهتم بالكيف. عايز اقول بعد كده ان لمة الاسرة لها اثر رائع جدا، وان احنا لو اكلنا مع بعض بحب وبحوار اسري وبنغم اجتماعي رائع جدا، ده كل ده بيأثر على استفادتنا من اللي بناكله وعلى توفير السعادة لينا. عايز أقول كمان إن يعني الرياضة والحركة اللي كلنا بنفتقدها النهاردة، وإن إحنا بناكل فقط وفي البيوت ومصدر لهونا عبارة عن التلفزيون أو النت أو الموبايل، كل الكلام ده عدم تواجد التواصل الاجتماعي اللي كان موجود زمان وعدم نشر الحب بيننا، كل ده جعل الود وجعل الأكل نتاج نهتم بيه. ووجود المركبات الصناعية كتير أو النسكافيهات والشوكولاتات وكل المصنعات في اللحوم والأغذية والمواد اللي بتدي طعم وريحة بدون قيمة غذائية أو قد تقلل من القيمة الغذائية، كل الكلام ده في أغذيتنا أساء لينا. وأكيد لو احنا قررنا يبقى العلم هو اللي بنستفيد بيه ننمي بيه ماضينا الجيد من التغذية. كان في زمان جهل، كانت قلة الوعي موجودة، لكن كان كل شيء بالفطرة وكل شيء كان طبيعي، وكان في الزبدة البلدي وكان في الحاجات اللي سعرها مش غالي. لكن لما يعني زاد الطلب عليها سعرها غالي جدا، خصوصا ان انتاجها قل، واصبح في بدائل كتير جدا صناعية شكلها حلو وطعمها حلو، لكن مش مهم ابدا نظرا لقيمتها الغذائية. لكن تأكدوا ان الصحة فيما يقدم للإنسان من غذاء. إن كان هو ده الأساس العلم اللي هنشتغل عليه، يبقى المفترض أن نستخدم العلم في تنمية ما يقدم للإنسان بالشكل الطبيعي، بالشكل اللي فيه صحة، بغض النظر كميته قد إيه. نزود الكمية لكن بنمط علمي يهتم بالصحة وبالقيمة الغذائية.
تحياتي ليكم، ودايما يا رب كلكم في صحة وسعادة. سعيد متولي، خبير التغذية العامة والصحة.